ده ابراهيم عوده ما بيخافش غير من الغشيم اللي يعورك يتعوره، الشهير بابراهيم الابيض. يشتغل ديلر قد الدنيا. وفي يوم عشري صاحبه بيقول له ان كيس البضاعه ضاع منه، وان غالبا الواد سيد شيبه معاه حكايه هو اللي سرقه، وده واحد من رجاله المعلم عبد الملك زرزور. فابراهيم قال له انا هروح منطقتهم وهجيب الكيس. فعشري قال له انت عبيط، احنا ما ينفعش نروح هناك. فابراهيم قال له انا هروح لوحدي. فعشري قال له اختيار ممتاز. ازيك يا مز، عامله ايه؟ بالسلامه انت يا ابراهيم. بيطلع ابراهيم على منطقه الزرازير، وهناك بيدور على سيد شيبه، فبيلاقيه واقف في ركنه كده وبيمارس هوايته المفضله الا وهي البلطجه. فبيدخل عليه ابراهيم ويقول له السلام عليكم، فين الكيس يا فين الكيس يا فين الكيس يا، وبيدشمل الواد وبيفضل يعور فيه ويقول يا منطقه ما فيهاش راجل. فقام الواد الصغير ابو عجله يجري يبلغ الرجاله ان رجل المستحيل وصل يا حاره. بيتلم رجاله المعلم عبد الملك زرزور ويجمعوا اسلحتهم ويطلعوا على ابراهيم يزقلوه بالطوب. فبيسيب لهم سيد شيبه ويجري يلف الحاره ويرجع لهم، وبيوقفوا له صف كده عشان كل واحد مستني ياخد من ابراهيم الضربه بتاعته. وفي الاخر ابو العروسه هو اللي بيوقعه، وبتتلم عليه الحاره كلها بعد ما كانت بتجري منه. وبيطلع المعلم عبد الملك زرزور يضرب صفاره النهايه، وبيستضيف يما عنده في الريسبشن ويقول له انت دخلت حارتي من غير استئذان؟ فابراهيم يقول له اه. وعملت نمره عندي؟ فيقول له اه. وضربت صبياني؟ فيقول له اه. فالمعلم يقول له لقد اثرت اعجابي، خلصانه هخليك واحد من رجالتي. فيقول له اه. عيال عبد الملك بيقفشوا اللي هو انت بتعمل ايه يا حاج؟ فقال لهم مش عاجبكم ولا ايه يا ابراهيم؟ فيقولوا له خلاص بقى يا حاج، خلاص بقى بندردش معاك يا اخي الله. وبيروح ابراهيم وهو مش راضي عن ادائه النهارده في الخناقه، وبيشوف واحده بطل كده بتتخانق مع مرزوق صاحب الدكانه اللي تحت بيتهم عشان اخوها الصغير سرق منه لانشون. فبيقوم هيما ابو الجدعنه يحاسب له عليها. فالاستاذه هند صبري بتتضايق وتقول له ده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ ده هتعمل لي فيه احمد السقا؟ بعدين يعني انت فرحان عشان ضربت لك كام واحد؟ طب ما الاستاذ احمد السقا ضرب له حاره كامله في فيلم ابراهيم الابيض ومعاش زيك كده. فقال لها بقول لك ايه، عارفه باب العزب؟ فبتقول له اه. يوم الاثنين الساعه 7. فبتقول له اه. في هناك واحد بتاع حمام عارفاه؟ فبتقول له اه. تستنيني هناك بقى. فبتقول له مش جايه والله ما جايه. انت مين انت اصلا وبتتكلم معايا بناء على ايه؟ ها يا ابراهيم اتاخرت ليه؟ لقد اثرت اعجابي. وبياخدها ويروح عند محطه القطر ونقطهم من اول السطر. بينزل ابراهيم اول يوم شغل هو وعشري مع غنام صبي المعلم، وبيكتشفوا ان ده كمين معمول لهم فبيقتلوا غنام. وبيروح ابراهيم للمعلم يقول له ان العربويه قتلوه، فيفاجئوا المعلم بجثه غنام. وبيعرف ان جرح ابنه هو اللي عمل الكمين لابراهيم وانه تسبب في موت غنام. فبيقول لي جرحي وغنام قال حاجه؟ فجرحي بيقول له ايه؟ فالمعلم بيقول له راح المنيا وجه. بيبتدي ابراهيم يتصيد بعد شغله مع عبد الملك زرزور. وفي يوم طهور حفيد المعلم بتشوف امه حوريه الواد اللي مجنن بنتها، فبتفتكر ان زمان الواد ده هو اللي ضرب ابنها فضربته. فم الواد ضربتها، فقاموا ضرب ابوه لحد ما مات. فالواد كبر وقام ضارب جوزها ومموته. فم الاستاذه هند صبري عرفت فضربتها عشان ماشيه مع ابراهيم اللي تسلل لبيتها عشان يضربها عشان مش راضيه تتجوزه. فبتلاقيها مستنياه وبتقول له اطلع بره بدل ما اضربك زي ما ضربت ابويا وقتلته. فقال لها ما هو برضه ضرب ابويا وقتله. فبتطلع امها على صوت الزعيق عشان تضرب ابراهيم، فابراهيم بيمسكها ويضربها. فحوريه بتقول له سيب امي وبطل البرشام اللي بتضربه ده، وبتقفش عليه. وبعد كده عشري بيقنع حوريه انها تقابل ابراهيم اللي اتقبض عليه وهو رايح لها. وبيستأذن ابراهيم ساعتين يهرب فيهم ويروح لها جري، فيلاقيها مشيت وبعد كده البوليس يمسكه. فبتروح حوريه للمعلم زرزور تقول له ان امي ماتت واخويا وديته دار رعايه وبقيت لوحدي، فيلا نتجوز بس نعيش سوا زي الاخوات. قال لها حصل. بيقتل عشري عمران اللي شهد ضد هيما. فبيطلع ابراهيم من السجن ويروح الحاره يلاقي تجهيزات فرح، وبيعرف ان حوريه هتبقى مرات المعلم اللي هيعيش معاها من غير ما يتكلم. فبيقطع شغل مع المعلم زرزور اللي بيدبر له هو وحوريه كمين، فيتقبض عليه وهو بيسلم بضاعه في اسكندريه وياخد حكم سنتين. بيصحى المعلم عبد الملك زرزور من النوم مفزوع على صوت الشغاله وهي بتقول له الحق حوريه هربت من البيت. فبينطفي المعلم، وبتروح حوريه بيت ابراهيم وتقعد هناك وتفتكر في الذكريات بتاعتهم. فبيدخل عليها عشري ويحاول يغتصبها، فتقوم منسله الشبشب بتاعها على دماغه وسرقه الفلوس بتاعته والعقد بتاع ام ابراهيم، وترجع للمعلم اللي بيرجع ينور تاني اول ما يشوفه. بيطلع ابراهيم من السجن وبيعرف ان حوريه قلبت شقه عمره، فبيعملوا حمله على بيت المعلم اللي كان قاعد بيتغدى مع عيلته اللي حوريه قاعده تهزق فيهم وهو مش عارف يرد. وبيقول له ابراهيم انا ليه عندك حق ومراتك سرقتني وانا عايز حقي، وانت قلت لي ان اخد الحق صنعه. فالمعلم قال له انا يا ابني، وبيقفش العقد من حوريه ويخلع هو وعشري بعد ما قال له ان باقي فلوسه تجيله بكره. بتروح حوريه تقابل عشري وتديله الفلوس وفوقيهم 5000 جنيه عشان يخون ابراهيم لحساب المعلم، وبتهدده تحكي لابراهيم اللي عشري عمله معاها، وبتوعده ان المعلم هيقرص ودن ابراهيم بس وانه عايزه يجيبه على القهوه بالليل. بيعيش بقى عشري صراع نفسي حاد وبيحاول ينتحر وبيفشل، فيقول ده قدرك بقى يا ابراهيم. وبيعدي عليه ابراهيم بالليل وشه بدر منور كده وسكران، وبيديله عشري
الفلوس وبيقول له المعلم بعتهم. فابراهيم بيشوف ال 5000 جنيه ويقول له ايه دول؟ فيقول له ابدا يا عم، الواد اديداس مصر لاني بتخانق فقال لي خد ال 5000 جنيه دول وما تخليش حد يعلم عليك. بيسقط ابراهيم حبه كده، فعشري بيقول له ما تيجي نروح القهوه، فابراهيم قال له لا فيكس روح انت. وبعد كده عشري بيسقط، فابراهيم بيقول له عندك حق ما تيجي نروح القهوه، فعشري بيقول له لا فيكس روح انت. وبيروحوا هما الاثنين على القهوه، وهناك بتبتدي الاجواء تتوتر وبيظهر رجاله المعلم واحد ورا التاني. فابراهيم بيعرف ان صاحبه خانه بال 5000 جنيه، فقام باصص له كده وقايل له خمسة يا عشري، 5 باكوا على الصحاب اللي بيتنازلوا عن صحابهم. بتبتدي العركه وبيطلع رجاله عبد الملك زرزور من كل حته عشان يعلموا على ابراهيم الابيض ابو تيشيرت ابيض، وبيقتلوا عشري. والسقا ابو الجدعنه بيحاول ينقذه، بس الاستاذ تايسون بيخضه بصوته فبيرتجع. بتطلع حوريه جري على مكان الخناقه وهي حاسه بالذنب، وبتجري تشوف ابراهيم زينه الرجال. فالمعلم بيقول لها ايه يا زينه النساء، رايحه فين وسايبه جوزك كده؟ لو سبتيني ورحتي له مش هتلحقي توصلي له. فبتسيبه وتجري على ابراهيم، فبيرفع المسدس ويقول لها 5 باكوا على الحبايب اللي بيت بوم. وبيعيط المعلم. بيحاول ابراهيم يوصل لحوريه، بس رجاله المعلم بيولعوا فيه بعد ما قطعوه وعوروه وكسروا له رجله وكهربوه، وبيقلع الجاكيت المولع ويبخ عليهم نار، فبيجروا منه ويختفوا. وبيجري يشيل حوريه اللي لسه ما ماتتش وبيركن بيها على جنب كده، فبيلاقيها طلعت في الروح. فيقول لها حوريه انت متي قبلي وسبتيني، 5 باكوا على الصحاب اللي ما بتستناكوا. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام، وتستنوا فيديو جديد كل يوم جمعه الساعه 8، وتعملوا فولو كمان لاحمد رضا عشان هو اللي بيمنتج الفيديو ده. سلام.